الاسم مصطفى أحمد عبد العزيز شوبير، والمهنة مستقبل حراسة مرمى الأهلي ومصر بمشيئة الله. دايما المستقبل الناس بتستناه تنتظره تشوفه. أجمل ما في قصة مصطفى شوبير إنه المستقبل واختبارات المستقبل جت في الحاضر، فطمنت كل جماهير النادي الأهلي وادت لهم انطباع قد إيه أنه ليس هناك حاجة على الإطلاق للقلق، فمستقبل الأهلي موجود. مصطفى رحلة تحدي ومشوار كبيرة جدا جدا جدا، وعظمة التحدي ده إنه جاله في وقت الكل مش متخيل إن هو ده الوقت اللي هيكون فيه مصطفى لازم يكون جاهز. مصطفى أو أوفا شوبير حسب ما القريبين منه دايما بيندهوله، اتحط في الاختبار اللي كل الناس ممكن يكون عندها قلق منه، اختبار نهائي دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي أمام الوداد، وهي لقطة للتاريخ. لازم تفهم كويس إنه التربية تفرق، العقلية تفرق، وجوده في النادي الأهلي ومحكات كتير وتجارب كتير عشان تبقوا فاهمين كويس عمرها ما تيجي صدفة. يعني اوعى تفتكر الصدة بتاعت الانفراد دي أصلها جت صدفة، مستحيل. هي جت لأنه كان هناك رجل مستعد لهذه الفرصة وانقض عليها بأنياب حديدية، تألق فيها، وكان واحد من الأسباب الرئيسية لأن يضع الأهلي قدما في نهائي هذه البطولة التي تكون الأعظم في رحلة اكتشافها ووصلنا إلى هذا اللقب رقم 11. مشرفني ومنورني مصطفى شوبير يا درش، أهلا وسهلا بيك، ومشرفنا ومنورنا ومبسوطين بيك جدا جدا جدا، ومليون مليون مبروك. حبيبي يا إبراهيم، الله يبارك فيك. بشكرك على المقدمة التحفة دي، يعني كلام كبير، كلام كبير قوي عليا. مبسوط لك قوي قوي. عارف والله، انت طبعا يعني زي اخويا الكبير، ومقدمه كبيره قوي عليا، والحمد لله والله يبارك فيك، يعني الحمد لله. عندنا كلام كتير، نفتح بالتقرير ومن بعد التقرير يلا انا معاك، نروح للتفاصيل في قصه حياه مباراه كانت في منتهى الصعوبه ولكنها في منتهى الجمال. يلا بينا. يلا. طيب انا عايز ابتدي معاك باللقطه اللي واحنا بنتفرج عليها سوا قلت لي جسمي اشعر. انا اللقطه دي حلمت بيها، والجمهور بيحييك في ارضيه الملعب وانت بتعيش حلم. انا متخيل وانت صغير عمال تقول انا في يوم من الايام هقف في الحته دي ولا لا. زي ما قلت لك هعرضها لك دلوقتي حالا. احلى لحظه في حياتي. يعني الواحد كان نفسه في لحظه دي، اي حد يتمنى ان جمهور النادي الاهلي يبقى في ظهره بالطريقه دي. وخصوصا انا لما نزلت التسخين، انا كنت جوه، احنا كنا جوه الاوضه بتبقى جوه شويه، فما بيبقاش باين قوي الصوت، بس باين ان في صوت حماس، باين ان الاستاد بيتراجع لان العدد كان كبير. فلما جيت نازل، اول تفكير، اول حاجه جت في دماغي، قلت مستحيل 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 يكون الدعم ده كله والناس دي كلها بتدعي لك وربنا يغزلك النهارده. قلت استحاله، ده اول تفكير جه في دماغي وانا بحط رجلي عشان ابتدي انزل التسخين. اول ما نزلت لقيت الوضع كده، خلاص انا هحط نفسي في مود الماتش، بقرا الورد بتاعي وبنزل التسخين. فنزلت. عندك ورد بتقرا؟ طبعا. لقيت التسخين، لقيت الملعب كله بيترج. كان بدا بعلي لطفي ومصطفى شوبير النادي الاهلي لسه بخير برضو الهتاف، حتى انا وكابتن علي بنحب الهتاف ده جدا. فلقيت الهتاف، فحيينا الجمهور. بعد كده خلاص انا بدات التسخين، خش جوه هم نادوني بمصطفى شوبير، اللي هو مصطفى شوبير واوفا شوبير والسد العالي، نادوني بكل الهتافات اللي ممكن يخليك ان انت تبقى جاهز للماتش. فاللي هو خلاص انا فعلا جسمي اشعر. وحتى لما بعد الماتش قلت لهم يا جماعه انا يعني جسمي اشعر وشعري وقف. كل حاجه بالنسبه لي لا، كان موقف
بجد بجد اي حد يحلم بيه واي حد يتمنى يبقى في اللحظه دي. وبرده من الحاجات اللي خلتني مبسوط قوي وتخليني مبسوط، في حد قالها لي، الدكتور وفائي معانا، ايوه، يقول لي ان ابوك هيبقى مبسوط ان انت بترفع اسمه حقيقي. فان هو كان موجود في الحدث زي ده والجمهور كله كان الاستاد كله بيهتف باسمه، فان انا اعيد دي تاني دي صحيح. بالنسبه لي كبيره ان هو يسمعها اكتر من ليا انا كمان شخصيا. حلم عمره، هو بالزبط. حلم معاك الحلم ده طول عمره بالظبط. والحمد لله ربنا كافيني ان انا احضر لحظه زي دي، وباذن الله دي الاولى ومش الاخيره. كانت لحظه صعبه عليه زي ما صعبه عليك، يعني انت في الملعب بس احساسه هو بيني وبينك لما تيجي تحط نفسك لا مرعب. بص انا بصراحه ببقى في الملعب لا بفتكر ابويا ولا امي، فاهم؟ انا ببقى مركز ان انا عايز انزل العب، لان انت لو ليك حسابات كتير وانت في الماتش ده مش صح. برافو عليك. هتدخلك في 50 حاجه تانية هتخليك تاخد قرارات مش صح، وده مش ده الصح. انت طبيعي انت يعني بتبقى فاصل تماما، انت كده بتفصل خلاص، بتخش في مود الماتش بتنزل ما تعرفش ايه اللي بيحصل حواليك اصلا. يعني في حاجات كتير، في برضو كان اخويا كان موجود في الماتش، واخويا ده وش استعد عليا لازم يجي ماتش يبقى لازم اكسب، هو ما بيجيش ماتش الحمد تيكو بصراحه يعني. فقال لي الجمهور بعد الفاول اللي انت مسكته، قال لي الجمهور كله كان عمال اوفا بيشجعك. قلت له امتى؟ ما سمعتش. قال لي ازاي ما سمعتش؟ ده الاستاد كله في صوت واحد. قلت له للدرجه دي ما سمعتش اي حاجه. الواحد بيبقى داخل في مود الماتش قوي فما بيركزش، بس طبعا في التسخين زي ما قلت لك حاجه عظيمه جدا. فلاش باك بقى، نرجع قبليها بكام يوم. خلاص دلوقتي الشناوي مش هيبقى موجود في النهائي، والكلام بدأ يطلع انه مصطفى شوبير هو اللي هيبقى موجود. احكي لي اللحظه ديت بتفاصيلها بكواليسها مع الراجل نفسه، مع استعدادك انت لما الراجل بدأ يتكلم معاك، وجات ازاي القصه؟ طيب هي البدايه كان كابتن شناوي كان موقوف 3 ماتشات، فكان خلاص معروف ان الفتره دي هيبقى موجود كابتن علي واحنا موجودين. فكابتن علي لعب ماتش الترجي كان أيوة. اول ماتش أيوة. والحمد لله كسبنا. بعد كده جه ماتش انبي فاتصاب في اخر ربع ساعه في الماتش، وكان هيخرج مش هيخرج، وانا الحمد لله الواحد بيبقى مهيئ نفسه انه هيلعب حتى لو ثالث رابع، انت حاطط نفسك في مود ان انت بتلعب. فحصل التغيير، كابتن علي اتصاب وخرج. فبعد ما نزلت بتبقى قاعد على الدكه، بتبقى دايما المحللين والناس بتوع الكوره الجامدين قوي يقول لك ايه؟ يقول لك اللعيب اللي بيبقى قاعد مركز في تفاصيل الماتش نفسه، لو جيت نزلته في اي وقت ولقيته متميز فاعرف ان هو كان قاري الماتش. في لعيبه احيانا تقعد على الدكه هي بعيده، انا مش هنزل انا مش هلعب، فبالتالي بيبقى نازل المباراه اكنه لسه بيتعرف عليها دلوقتي حالا. خد بالك انا عايز اقف معاك عند كل التفاصيل، لان هي التفاصيل دي يا مصطفى هي اللي بتدي تفصيل صح، هي اللي بتدي كمان ملامح الشخصيه. لانه الناس لما تلاقي بسم الله ما شاء الله شاب زي الورد كده زيك الحمد لله واقف في ماتش النهائي زي الاسد، اكيد في شويه تفاصيل هي اللي فرقت خلتك ما انتش هايب الموقف. هو اولا فضل وكرم من ربنا، مش شطاره مني مش شطاره من اي حاجه، ربنا بيسبب الاسباب ان انت موجود في ده رزقك. في الاول وفي الاخر اللعب ده رزق صحيح. انت ممكن تسعى في 50 حاجه وفي الاخر ما تبقاش رزقك خلاص، بس انت انا واخد دي قاعده في حياتي، انت بتعمل كل اللي عليك وبتاخد بكل الاسباب عشان خاطر لما تلعب اكيد ربنا هيديك. صحيح. ولما يكون رزقك ده لو الناس كلها خلاص مش عايزاك تلعب، لا برضه هتلعب. صح. وفي ناس كتير ما كانتش عايزاك تبقى موجود في اللحظه دي ومتخوفه، بس ربنا رايد ان ده رزقك وان انت تبقى كويس، خلاص بيحول لك بقى ان الناس دي تتقلب تبقى معاك في ظهرك. عندك انت الايمان بالقدريه بالشكل جدا 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 فوق ما انت تتخيل. جدع. فوق ما انت تتخيل. جدع. لان الحمد لله الواحد وهو صغير بيشوف حاجات كتير وفي البيت بنتكلم في القصص دي كتير مع والدي. فاللي هو لا انا مؤمن بيها جدا، وفي الاول وفي الاخر الحمد لله شفت النتيجه. عارف الايمان بالحته ديت بيفرق مع الواحد في ان هو بيراضي نفسه طول الوقت، بيبقى راضي بالظبط وقانع وعارف ان هي لما هتجيله خلاص هي دي بتاعتي المره دي. انا قاعدتي انت بتروح التمرين بتعمل اللي عليك ساعه ونص ساعتين 3 ايا كان بتقعد قد ايه، بتعمل اللي عليك، بتروح بتعرف تنام، يبقى انت كده خلاص خلصت اللي عليك. سلام. احط راسي على المخده اعرف انام، يبقى انا الحمد لله ما قصرتش في حاجه. قصرت في تمرينك ما تعرفش تنام، يبقى انت كده في حاجه غلط. تبتدي تشوف بقى الروتين بتاع يومك ايه، ما اكلتش كويس، ما نمتش كويس، ما دخلتش الجيم كفايه، ما اديتش اهتمام للتمرين. الكوره دخلت فيك ممكن تكون انت ما اهتمتش بيها، مع ان ممكن يجي فيك كذا جول في التمرين عادي. حاسب نفسك كمان على الاهداف اللي بتيجي في التمرين. حاسب نفسك. طيب ارجع للحته اللي احنا كنا بنتكلم فيها عشان التفصيله مهمه. احنا قاعدين دلوقتي على الدكه، علي لطفي بيتصاب في ماتش امبي، مصطفى شوبير هينزل. قلت لي انا كنت مركز في الماتش. نزلت كده كده انت بتبقى عايش المود ده. دي الكره اللي كابتن علي اتصاب فيها. ايوه. اول ما راح هناك انا افتكرت اصلا ان رفيق كابو خبطه، فافتكرته واقع كوع، فانا قاعد عادي لغايه ما ابتدوا يشاوروا لي اللي هو قوم سخن، ولقيته ماسك الخلفيه، فقمت على طول خلاص. وانت كده عايش لحظات الماتش عادي، فانت نزلت 10 دقايق، انت برضه خد بالك مطالب تنزل مركز ما يجيش فيك جول، كل ده لازم بتبقى عايشه بالظبط.
فهي بدأوا لما الدكتور شاور، فخلاص انا هيأت نفسي ان انا خلاص نازل. كوتش اتمنى لي التوفيق، وكوتش ميشيل نفس النظام. نزلت عادي جدا، لعبت الماتش الحمد لله، ربنا كرم برضو، مجريات الماتش مشيت. جت بعدها بقى واحنا في الاوضه كندوسي. الكندوسي جالي في انا حاسس ان هو عندنا، لا هو مشكله، لا 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 هو لا 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 ده خطير. خطير صح كده؟ لا بجد بجد شخصيه محترمه جدا وحد نضيف جدا، شكله دمه خفيف كمان. لا ملوش حل، ملوش حل بجد، شخصيه يعني. قال لك ايه قندوسي؟ راح مناديني قال لي تعالى، قال لي انت هتلعب الماتش اللي هنا في القاهره النهائي. قال لي هتلعب الماتش اللي هنا في القاهره، وافتكر كلامي ده، هتلعب الماتش اللي هنا في القاهره. لا والله قال لي كده على طول، وكان لسه احنا مش عارفين الاصابه ايه. تنبأ لك بيها لا في كذا حد تنبأ لي، يعني مثلا برضو بابايا قعد يقول لي انت خد بالك ممكن تلاقي نفسك تلعب نهائي افريقيا عادي من قبل ما اي حاجه تحصل. ناس كتير قريبين مني قالوا لي، يعني في واحد برضو من صحابي قال لي ما تستغربش لما تلاقي نفسك مثلا واقف في النهائي والكلام ده، واحنا الثلاثه الحمد لله سلام وما فيناش حاجه سبحان الله. والواحد ما بيتمناش طبعا اي حد يحصل له اي حاجه وحشه. بس الاستعداد، ما هو الجاهزيه بتبقى ما هي نفسك، بس الفكره في حاجات بتسمعها، ده انا بقول لك الايمان ان انت لازم تبقى مقتنع لو ده رزقك هيجي لو ايه اللي حصل. فلو هو بيقول لي كده اللي اول وهله اللي هو فاهم يعني ماشي نهايه ان شاء الله، بعيد. انا مركز ان شاء الله. بس لسه يعني حس خطوه النهايه دي لسه. دي كان اول ماتش ليا في افريقيا، كان اول ماتش ليا العبه في افريقيا، فربنا كرمني اول ماتش يبقى ده، ويبقى ليك الحمد لله دور في البطوله. لعبنا ماتش امبي ومشيت الوتيره، لعبنا الجيش، اتخبطت في عيني. ايوه، فبرضه ابتديت اقول لا في حاله نحس موجوده للحراس، اللي هو هنلعب احنا الثلاثه كده، احنا الاربعه، كان كمان حمزه مصاب، احنا الاربعه مصابين خلاص كده، ومصطفى مخلوف مش متأيد في القائمه الافريقيه، اللي هو خلاص. بس الحمد لله ربنا ستر يعني. جينا بعدها الماتش اللي بعده كان ماتش سيراميكا، وكان ابتدى مع رجوع كابتن علي وكابتن شناوي التمرين. لما رجعوا الدنيا مش يعني هم مش جاهزين 100%، جاهزين 100%، عارف احداث عماله تحصل يمين شمال. انا المهم انا اول ما خلصت ماتش سيراميكا، من اول ماتش انبي خلص ماتش الجيش، الناس كلها بقت تقول لي ركز هتلعب النهائي. فلا ما فيش حاجه اسمها ركز تلعب النهائي، انا عندي ماتش الجيش. خلصت الماتش واحده لازم تاخدها واحده لازم لازم. ما ينفعش تركز في 2 قبل 1. انت عندك كام سنه؟ 23. بسم الله ما شاء الله كده. ما ينفعش تركز في 2 قبل 1. فيقول لي كان كذا حد يكلمني هتلعب النهائي، اقول له لا هلعب الجيش بس الاول ان شاء الله. فخلصت الجيش هتلعب بقى النهائي، اقول له لا هلعب سيراميكا ان شاء الله. خلصت ماتش سيراميكا هتلعب النهائي، قلت لهم لا لسه مش عارف بقى ان شاء الله، ربنا يسهل الماتش اللي جاي، انا حاطط نفسي في مود ان انا هلعب. الفلسفه دي جات لك منين؟ انك تبقى عارف تبقى مرتب المواضيع كلها في دماغك بالشكل ده، لان خد بالك احيانا الواحد لا ممكن يسرح مع السن ده، مع ضغطه المباريات، مع طب الناس بتتكلم كتير جدا جدا، وخد بالك انت برضو الوضع عندك مختلف، انت تحمل اسم الكابتن شوبير طبعا، ايوب الكره المصريه وواحد من عظماء كره القدم في مصر، وبالتالي برضو هنا فيها حاجات كتير. طبيعي في افكار بتجيلك، وساعات بيجيلك افكار سلبيه، وانت لا انت ركز لان النهائي ماتش اكبر، بس لا حتى مستر كولر دايما يقول لنا ان انت اهم ماتش عندك الماتش اللي جاي. يعني انت ليه انت ليه مهم الماتش اللي جاي مهم؟ هو عشان الماتش اللي جاي مهم. هو الراجل بيقول لكم على كده، بيقول لنا كده ان انت الماتش اللي جاي مهم ليه؟ عشان الماتش اللي جاي مهم، مش عشان محتاج منه 3 نقط ولا عشان محتاج منه نهائي افريقيا، عشان ده ماتش ومحتاج تركز له. فما تركزش في اللي بعده، يعني انت اهم حاجه تاخد 1 2 3. انا متاكد ان مصر كلها دلوقتي حرفيا يعني مستنيه تعرف انت اتبلغت ازاي بانك هتلعب ماتش النهائي، واستقبلت ازاي الناس وهي بتقول. يعني انا انفردت هنا قلت مصطفى شوبير بنسبه 99.9 هيكون حارس مرمى الاهلي، وعرفت من خلال المعلومات بتاعتنا، وعرفت بعديها انه كان في تفاصيل كتير في الموضوع ده. ممكن بقى تحكي للناس اللحظه التاريخيه دي كانت عامله ازاي؟ احنا دخلنا معسكر قبل الماتش بيومين، كان الماتش كان يوم حد، احنا دخلنا الجمعه، فاتمرنا، كان كابتن شناوي خلاص بره القايمه، فكان في كابتن علي دخل، وكنت انا وحمزه كان برضو لسه راجع من الاصابه، فانا مش عارف مين اللي هيلعب، ولا حد عارف، ولا الكوتش كان لسه اتكلم مع حد. ودخلنا المعسكر، خلصنا الاكل وتمام، فبعد كده الكوتش طلب انه يقعد معايا، فروحت له، قال لي بص انا هقول لك على حاجه، ما اعرفش تحس ولا لا، بس انت هتلعب الماتش اللي جاي. قلت له انا حاسس، قلت له انا جالي فعلا الاحساس ده، وانا مهيئ نفسي لكده. قال لي طب عامه انت هتلعب الماتش اللي جاي. ده ميشيل يانكون ولا لا ده مستر كولر. مستر كولر. انت هتلعب الماتش اللي جاي، كل اللي عايز اقوله لك انا عايزك تلعب بنفس شخصيتك، بنفس ثقتك في نفسك، مش مطلوب منك اكتر من كده،
وانا عندي ثقه فيك ملهاش حدود، وانا متاكد ان انت هتعمل ماتش كويس. مش محتاج اقول لك اكتر من كده. بس كده ماليش اكتر من كده، ولا قعدنا جلسه 10 دقائق ربع ساعه. هو ده كل اللي قالوا لي بالظبط بالحرف. لو انا ان شاء الله اكون فاكر صح جلسه مع مصطفى شوبير ومفيش الكلام لا هو قعد بالظبط الجلسه بالظبط ما خدتش دقيقتين 3. هو قصد وهو بيسالك السؤال انت حاسس ان انت تلعب النهائي عشان يشوفك انت ذهنك؟ بصراحه مش عارف، مش عارف، بس انا فعلا انا كنت مهيئ نفسي ان انا هلعب. حتى لو كنت قاعد على الدكه لازم بتهيئ نفسك ان انت تلعب، لان هنرجع تاني لنفس النقطه ان انت لازم تبقى مركز، لان وارد زي ما كابتن علي اتصاب في ماتش الترجي كان ممكن يلعب ويتصاب في الماتش اللي بعده او يتصاب في الماتش اللي بعده وترجع لنفس القصه. فانت هي قاعده انت بتمشي عليها. من اول بقى ما عرفت ايه اللي انت بتعمله، من اول ما عرفت انت دلوقتي في دماغك حلم مصطفى. خد بالك ان انت في ناس كتير حطت نفسها في مكانك لانه مشهد صعب. انت دلوقتي حلم ملايين الاهلاويه، وفي النهائي ما انتش بتلعب ماتش مثلا عادي، ومش مثلا مش سيمي فاينل، ده فاينل اللي الناس كلها مستنياه، وده اول اختبار ليك في افريقيا على الاطلاق. فانت يعني عارف اللي هو بيقولوا ايه، من الدار للنار. وما تزعلش مني كمان في نقطه في منتهى الخطوره ديت اللي هتحيي مصطفى شوبير، او لا قدر الله كانت هي اللي هتدي انطباع، والحمد لله انه مش موجود انطباع انه لا ده احنا مصطفى لا ده بعيد. الحته دي انت الوحيد بس اللي كنت يعني عايشها وعارف مدى صعوبتها. احكيها لي كانت عامله ازاي وايه اللي كان بيدور في دماغك؟ اول ما الكوتش قال لي كده خلاص استعنت بالله ان هو خلاص هو الماتش بتاعي وده رزقي، زي ما قلت لك ان شاء الله هلعب. وبرده ما تعرفش كان ممكن تاني يوم اتصاب، ممكن في التسخين اتصاب، بس انا مش حاطط في دماغي خلاص غير الماتش. عندي تمرينه بكره اتمرن كويس واعمل اللي عليا، اكل كويس، انام كويس، اخد بالاسباب اللي انا كده باخد بيها. وانا عندي زي ما قلت لك وانا نازل التسخين لما الناس كلها كده بتدعي لك وانا مش عايز اقول لك كميه ناس. انا كنت بصراحه كنت قافل السوشيال ميديا بس حاسس باللي بيحصل. فاهم الفرق؟ انا قافل بس انا حاسس باللي بيحصل. وبعدين كل شويه حد مثلا يكلمني ركز مش عارف ايه، فابتديت اقول ما هو مش كل شويه برضو تليفون، رحت قافل التليفون اللي هو فصلت خالص قبل الماتش. هو انتوا بتطالبوني بالتركيز فانتوا كده يعني لا قبل الماتش قبل الماتش قفلت كل حاجه وخلاص حطيت نفسي في مود الماتش. ما سمعتش بقى اللي قال مصطفى ولا هيعمل وبتاع ولا لا يعني في كذا حد عرف يوصل لي يكلمني بطريقه ما فيقول لي ده انا قلت كذا كذا، اقول له والله ما شفت، حقك عليا. ما شفتش لان انا فعلا قافل. برافو عليك. خلاص كنت قافل. كنت قافل تماما كل علشان حاجة. توصل لمستوى التركيز اللي هو 100%. خلاص ان انت توصل ان انت مصفي ذهنك ومركز للماتش، لان زي ما انت قلت الماتش مش سهل. لا. بس انا خدت ان انت لو حطيت في دماغك ان انت ده نهائي افريقيا وكبرت الموضوع قوي في دماغك، لا هتحس ان انت قد كده مقارنه بالموضوع. لكن لو اديت الموضوع حجمه اللي هو الكويس واديت لنفسك الثقه وحسن ظن بالله ان انت قدها، هتبقى انت قدها بكتير كمان، وربنا هيديك كل حاجه. مين اقرب حد من زملائك في الفريق كان بيتكلم معاك في الوقت ده؟ لا كله بدون استثناء، عشان لو قلت حد هبقى الحمد لله اللهم ده ما نعمه الحمد لله، وعندهم ثقه الحمد لله كلهم كانوا. ودي حاجه انا حاسس بيها، ودي حاجه برضو بتدي طمانينه ليا والحمد لله للفرقه وللجهاز الفني برضو. كابتنك بقى كابتن الفريق محمد الشناوي كان دوره ايه معاك في الحته ديت في الوقت ده؟ هو وعلي لطفي كمان، وانت بقى خلاص عرفنا كلنا يعني عارف خلاص الكوتش قال لك انت اللي هتلعب. كابتن شناوي احنا دخلنا معسكر قبلها بيومين، فكان هو بره القايمه وكان في الريكفري، فرحت له انا اللي رحت له، قلت له اللي هو عايز اقول له ما تزعلش، فاهم اللي هو برده ماتش مهم وهو كان عايز يبقى موجود طبعا وظروف الاصابه. فلقيته راح طالع لي وسلم عليا وخدني بالحضن، قال لي ركز وعيش الماتش عادي، ما تشدش نفسك، وماتش عادي جدا، مش يعني انت مش مطلوب منك تعمل المستحيل، انت كده جول كويس فتمام، انت امورك تمام. ده اللي هو كان عايز يقوله لي او دي الرساله. عارف انه في اكتر من حد اتكلم في الجزئيه ديت، اهم حاجه في الماتش ده ان انت ما تبقاش عايز تقول للناس انا جون جامد يا جماعه. ما انا بقول لك هو في فرق ما بين فكانت واصله لك انا مش هعمل ان انا الحمد لله انا كده كنت واثق، انا الحمد لله واثق في نفسي الحمد لله. اللي هو انا مش محتاج اثبت حاجه. انت كده عارف ان انت الحمد لله كويس، وكده عارف ان ربنا هيكرمك وعندك حسن ظن بالله ده كبير. فايه اللي هيخليك تقلق؟ فاهم قصدي؟ مفيش حاجه تخليك تقلق خالص. فبقيت اللي هو نازل فيه عشان برضه ابقى امين، وانا في الاول وفي الاخر بني ادم يعني. مش هقول لك بقى ان انا الجامد اللي تفكيري كله صح. بيجي لي النيجاتيف توتس كده اللي هو افكار سلبيه، انت لا انت ممكن يحصل حاجه انت مش عارف، بس هي كلها ما بتاخدش وقت، انت بتطردها من دماغك عشان انت بتبقى خلاص اوريدي مركز وحاطط نفسك في مود التركيز. كابتن بيتكلم معاك كابتن شوبير؟ والله مش كتير خالص. انا عارف ان هو بيبقى زي ما الناس فاكره يعني. لا انا عارف ان هو وده بحكم حتى كمان رؤيتنا ليه في الاعلام، انه كان دايما بيتكلم مع الكابتن اكرامي انه يبعد عن شريف اكرامي.
فعرفت ان هو برضو عنده نفس المدرسه بيطبقها معاك، ان هو فاصل بيحاول بحيث ان هو على قد ما يقدر يعرف يسيب لك مساحتك في التفكير. ده حقيقي فعلا جدا 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 فوق ما انت تتخيل. ممكن الناس لو قلت الكلام ده بيبقى غريب عليهم، بس هو فعلا يعني مثلا برنامج زي النهارده ده، ايه هتعمل النهارده؟ قلت له ده انا عندي كذا 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 بجد. طيب بالتوفيق. مش بقى اللي هو اروح رايح جاري، او هو يبقى عارف من قبلها. مش شرط الدنيا تبقى كده. هو سايب لي المساحه دي وهو بيثق فيا جدا، عشان الحمد لله عارف ان انا هبقى صريح معاه في ايا كان ايه اللي هحكيه. صحيح. فما عندوش هو الحته دي بصراحه يعني. مصطفى شوبير يتصدى الكرة. مصطفى احمد شوبير. مصطفى يا مصطفى، غاب الشناوي فحضر شوبير. شوبير جاب راجل وحارس عملاق. هذه كرة بطولة، هذا شوبير من يتولى. مش ممكن مش ممكن يا مصطفى. مصطفى ممتازة. ربنا معاك ويحميك، ربنا معاك ويحميك ويحفظك يا مصطفى يا احمد يا شريف. دايما بيقول لك اللي عايز ينجح يحيط نفسه بالناجحين، اللي عايز يبقى له حيثيه وله قدر يصاحب المحترمين. مظبوط. لما البيئه دي انت بتخلقها حوالين نفسك بتعرف تساعدك ايا ما يكون هو ايه مجالك. صح يعني صح مظبوط. انت ده لمسته في المواقف اللي شبه كده. انت بتتاثر بتتاثر بالناس اللي حواليك. في حد في اللي يهمدك، وفي اللي ياخدك يشدك، في اللي ممكن وانت قاعد مثلا لو مكسل النهارده يقول لك لا يلا نخش الجيم. وفي واحد تاني يقول لك يا عم جيم ايه النهارده حلواني كده. مشي اليوم عادي يعني تمرينه وبكره نبقى نتمرن. صحيح. تعالى بقى ايه، بص يعني بسم الله الرحمن الرحيم. بادئ زي بدء الكوره بتاعت ام بي دي تاريخيه، يعني اللي هي الكوره اللي انت شلتها بتاعت سيراميكا. اسف، هما الاثنين كانوا لابسين زي بعض. السيراميكا الكوره اللي هي بتاعت صلاح محسن اللي كنا بنتكلم عليها دلوقتي. الكوره دي ادت انطباع كبير للناس ان لا في امان، الحته دي فيها امان. مش سهله يا مصطفى خالص. هو توفيق الحمد لله يعني. انت انا الاول انت لعبت عالي شويه بحيث ان انا ابقى قريب ورا المدافعين، عشان لو الكوره عدت ابقى انا اقرب من صلاح. بس صلاح طبعا ما شاء الله عنده سرعه كبيره جدا. لا الحمد لله، لا فيها توفيق بصراحه يعني. الحمد لله ربنا كرمني فيها. لعبت معاه صح، وبعدين هي كانت بتنط. فلو كنت بدات تحت شويه كانت تبقى سهله انه يحطها من فوقيه. فانا الاول اديته الايحاء ان انا هبقى تحت، وبعد كده رفعت جزء لفوق بحيث ان انا الحق الم فوق على قد ما اقدر. صحيح. والحمد لله كانت ممكن عادي تيجي في ايدي وتدخل مثلا. فانا بقول لك هي فيها توفيق. فيها توفيق طبعا الحمد لله. ربنا عملت اللي قدرت عليه وربنا كرمني الحمد لله. في ماتش النهائي ليك اكتر من لقطه مضيئه. انت موجود في المباراه، انما الناس كلها الكوره دي تاريخ. عايز اعرف انت في الملعب شفت الراجل خلاص رايح عليك جون خلاص ده جون. بص، ايه اللي جه في بالك عشان تعمل كده يا مصطفى؟ انا هقول لك. انا رسمتها. برضو انا كنت بتفرج عليهم كويس قوي. فالمهاجم سامبو دايما 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 يحب يجي من ورا المدافعين ويلمس للي جاي. هو قوي جسمانيا جدا. فاول ما لقيت كان خلاص سامبو هنا الفيرود، وابتديت المح ان في واحد تاني مش لابس احمر اللي هو الفريق الوداد. والاثنين المدافعين بتوعي، والطبيعي بيبقى واحد ماسك وواحد بيغطي. فالاثنين خلاص احنا اتدربنا ان الاثنين بقوا في كوره واحده. ومفيش حد. فكان لازم خلاص ارسم الكوره في دماغي. فانا رسمت ان هي اتلعبت واستلمها وشاط من قبل ما سامبو يلعبها بدماغه، وعملت التكنيك ده. فاول ما استلم اول ما سامبو عمل كده كنت انا واحده واثنين وقفلت على قد ما قدرت بايديك ورجليك. كنت بترمي بقى وعلى الله تيجي في اي حته، تيجي هنا تيجي هنا. المهم ان انت متاثر برضه بنوير شويه. ايه؟ متاثر بنوير. كلنا طبعا متاثرين بيه. كلنا متاثرين بيه. بس هو لا اسطوري. هو مش كل كوره بيعمل فيها دي. احنا بس انا كان عندي المشكله دي برضو، ان كل كوره عايزين نعمل دي. لا، مش كل كوره بيتعمل فيها اللي هي احنا بنسميها النجمه. يعني ايوه النجمه، برافو عليك. احنا بنسميها النجمه. يعني الكوره اتصدت بستايل حلو بانفراد. اديتك بقى ادت للناس انطباع قوي. انت في الملعب بقى احساسك ايه بعد ما الكوره دي ما اتشاط؟ واقرب واحد ليك ياسر ابراهيم قال لك ايه بعد الكوره دي ما لا، ياسر هي اصلا بتتشاط. هو راجع بيغطي معايا. فبعد ما طلعت عمال يقول لي يا ولد يا ولد. بعد كده اتلعب الثاني جت كورنر. فالكوره كانت خبطت فكنت موجوع شويه. فياسر جالي كل الفرقه جالي ان كويس. بس في وقت ما ينفعش تدي اللي هو الايه، انت عالمي انت. لان انت لو اديت الاحساس ده انا ممكن غصب عني اللي هو لا ده انا كويس فعلا. فتيجي الكوره اللي بعدها هوب. صحيح. لازم محتاج تحافظ على ده. ما تعيش قوي مع الكوره اللي انت صديتها. لازم ما تاخدش منك وقت كبير. طيب دي واحده. الثانيه صعبه قوي يا مصطفى.
الضربه الثابته. ها لا دي صعبه قوي يا مصطفى، يعني كونك ان انت تختار ان انت تمسك الكره بالشكل ده، ولا انك تصيد نفسك فتقوم مطلعها من ورا الجول او تديها بوكس يمين او شمال. ازاي جه في بالك ازاي الاختيار ده تحديدا؟ انا وقفت الحمد لله صح في مكاني، وانا كنت بتفرج على يحيى عطية الله منتخب المغرب، كنت بتفرج عليه كويس قوي. فهو دايما هم اصلا لعبهم دايما على الكور الثابته من الحتت دي. حتى الجول اللي جه فينا في الماتش اللي فات انت اصلا مذاكر الضربات لازم تتفرج على الفرقه، لازم تقعد تتفرج على الفرقه، لازم ده اجباري عشان تبقى عارف اللي هيلعبك ايه. ما هو لو يعني واحد زي ده فانا مش بس مجرد تعليمات، انت نفسك انت بتعمل الهوم ورك بتاعك، الشغل بتاعك انت. انا عايز ابقى عارف مين بيعمل في المحاضره معانا محلل الاداء بنتفرج على الحاجات دي. بس في حاجات بقى زياده انا بدور عليها اكتر، اتفرج على ماتشات اكتر، اشوف الكور الثابته بيعملوا فيها ايه. فيحيى عطية الله هو مميز فيها، برجليه الشمال دايما بيلعبها، وبيلعبها قويه في اتجاه الجول. بس انا كان عندي انا كده بتلعب على الكوره لاخر لحظه، والافضل ان انت ما تتحركش بدري عشان ما تلعبش في زاويتك. انا كان عندي يقين ان هو هيلعبها هنا، لان عارف انت لما بتلعب فرقه مثلا اللي هو ده الجول الثالث اللي هيلعب ده هيبقى مهزوز، هيبقى كذا، فيبقى عايز يحطها لك في زاويتك عشان هيفكرك هتجري مثلا من فوق الحيطه. وممكن تحصل في يوم من الايام عادي ويخونك تقديرك ان انت تتحرك بدري، بس ده مش صح. كل التوقعات دي في دماغك، كل ده بتبقى لازم حاطه في دماغك. فانا مش هتحرك. الجول الثالث فتمام يعني. لا الشوط طب نشوطها جامده ممكن يعمل فولو تقع على اي جول في الدنيا، مش شرط يكون جول ثالث. برافو عليك يا مصطفى. بس الطبيعي لما بيبقى في جول ثالث مثلا بيلعب، ساعات بتقول انه ايه، ممكن يكون مفتقد للثقه، ممكن يكون بقاله كتير ما بيلعبش، فعايز تشوط جامد وفولو، عايز تشوطها بند وفولو، مش شرط عشان جول ثالث، عشان اي حاجه. بس في اغلبيه الوقت بتحصل كده. لما شاطها فانا الكره هي طالعه كانت سرعتها يعني مش بطيئه، الكره كانت سريعه. والكره دي اصلا الامر دي دايما بترقص يعني وما بتروحش صريحه. خدت قرار ان انا همسك خلاص، هي مسك. لو كنت قلت مسك وحاجه ثانيه ما انا بقول لك، لو كنت قلت مسك وحاجه ثانيه كانت هتقع يا قدامي او في الجول، فكان لازم قرار واحد. الحمد لله ولا اي حاجه ولا فول ولا اي حاجه، الحمد لله. ما انا بقول لك الحمد لله انا خدتها، الحمد لله ربنا كرمني. اول ما وقفت انت وقفتي رحت واخدها ونزل بيها. وبعدين في حاجه كمان، ان دي كانت اخر كوره في الشوط. فنسبه الريسك ان انا قلت لك ان الوداد كويسين في الكوره الثابته. فان انت تحط الكوره كورنر فييجوا عليك في كورنر، فيبقى في ريسك ان انت يجي فيك جول في كوره ملهاش لازمه، كوره اخيره في الشوط. والشوط خلاص خلصان، انا لعبت الايد ورجل الحكم صفر. هتشيل مسؤوليتها؟ مش هشيل مسؤوليتها، انت كده هتبقى شلت كوره كويسه وتمام، بس اللي هو انت ممكن تسهل على الفرق. ليه؟ وعملنا بيها مرتده وخدنا اوت، الحكم راح مصفر. اعكس بقى الفكره، لو كورنر وكده كانت مظبوطه. برافو عليك. قالوا لك ايه على الكوره ديت؟ لا كذا حد كلمني فيها، بس طاهر قال لك ايه؟ طاهر جالي قال لي انت مجنون؟ قلت له ايه؟ قال لي ايه؟ قلت له ايه؟ قال لي ايه؟ ما بتعملش كده. قال لي خطر جدا، قال لي خطر جدا. قلت له ما اعرفش يا طاهر، هو بقى انا خدت القرار مسك فهمسك. صحيح. فقال لي لا، قال لي خطر. قال لي انا حتى انا كنت بتكلم انا وميشيل يعني بيتكلموا في عمالين يوصفوها، فبيقول لي قال لي مش عارف يعني. قال لي وجينا تاني يوم في التمرين فجبت له صوره، كان ليها صوره ليها من ورا الحيطه في المسك، فلما وريتها له قلت له طارق انت عندك حق، خطر جدا، انا كان لازم اطلعها. فقال لي لا، قال لي صعبه جدا. مبسوط يا مصطفى ان انت عايش ما شاء الله عليك، عايش التفاصيل كلها بتاعت الماتش، انت حلمت بيه قبل كده وشايف السيناريوهات بتاعته وبتتفرج على اللعيبه. طيب تعالى بقى اروح معاك لكره اتخلع قلوبنا فيها، اللي هي اللي انت طلعتها جت في القايم. لا ما طلعتش، ما لمستهاش. دي اللي طلعتها دعوه امي. دي الاول دي الكره دي. لا دي بعد العارضه تقريبا. دي بعد العارضه. دي بعد العارضه. اللي قبل العارضه اللي جت في العارضه ولفت. دي انا بقول لك دي دعوه امي، والله ما تطلعش غير كده، لان هي طبيعيه. انت ما لمستهاش؟ لا ما لمستهاش والله، ما لمستهاش. هي الطبيعي ان هي لما تخبط في العارضه في الخبطه هنا دي انا قلت هتدخل جول يعني. وانا رايح انا بقوم بسرعه، يمكن ايه اهي هي دي، فقلت جول. دي دعوه الحاجه؟ لا طبعا دعوه الحاجه انا مالهاش مبرر تاني بالنسبه لي. يعني هي دعوه الحاجه تك، وبدل ما تلاقي راح تلف على طول الحمد لله. قالت لك ايه قبل الماتش؟ بتقعد تدعي لي قد كده وتبعت لي ادعيه قد كده. لا الحاجه بس احنا ما بنتكلمش يوم الماتش، يعني يوم الماتش نفسه ما بتكلمش مع حد يوم الماتش من العيله. اختي بس اللي بتقعد تبعت لي ادعيه. بيبقى انا حتى باخدها لازم اقراها. هند ولا سلمى؟ هند بعت لك ادعيه. يبقى لازم اقراها قبل الماتش. والكابتن قبل الماتش ده كابتن شوبير قال لي كلمه لذيذه كده، انجوي. بس كده؟ انجوي بس كده. اتبسط. قال لي انجوي. فادالك احساس انه انجوي هتبسط يعني يلعب ماتش. دي كرة الجول بقى، كرة الهدف. اول لما الهدف ما دخل، في
قلق حصل وبعدين تحس ان الكوره فوتوشوب، يعني كلنا احنا قاعدين بنتفرج على الماتش يا جماعه ده مش جول، هو الحكم هيصفر يقول اي حاجه بس الكوره دي مش جول. تحس ان في حاله صدمه حصلت، في حاله صدمه وحاله سكوت في الاستاد كله. عدت عليكم ازاي؟ وقعنا فيها للاسف يعني. هو مبدئيا بس انا ضد الناس تقول لك ده غلطه فلان او غلطه علان. هو طالما جول جه فيك هو غلطتنا كلنا من اولنا لغايه اخر واحد. اكيد في حاجه احنا عملناها غلط، الشكل اتغير بقى في الدفاع، في حاجه حصلت غلط خلت الجول يجي فينا. ايوه. فالجول اكيد صعب واكيد كل حاجه، بس بعد ما دخل كده كلنا جالنا احساس اللي هو ليه يخش فينا جول، وفضلنا سرحانين معاه شويه. بس بعدها خلاص يعني، حتى احنا بعد الماتش عمالين نقول لنفسنا يا جماعه احنا ما خسرناش، احنا كسبانين 2-1. أيوة. يعني احنا كسبانين 2-1. لما كلام ما حدش يتضايق خلاص، هو 2-1 وده اللي مكتوب. هنروح هناك هنجيب جول وخلاص وهناخد البطوله برده. فكان عندنا يقين ان احنا هنجيب جول هناك، حتى ما بين الشوطين في ماتش اللي هناك كنا بنتكلم مع بعض ان احنا هنجيب جول، محتاجين نهدى شويه وهنجيب جول. تفصيله بقى الماتش امبارح ده دي تفصيله في حد ذاتها، النهائي بقى ده حاجه عظيمه وعبقريه جدا. بس قبل ما اتكلم معاك فيه خلينا ناخد شويه من تعليقات الناس. عبده احمد كابتن مصطفى حارس كبير وان شاء الله هيبقى حارس منتخب مصر والنادي الاهلي ومشرف شعب مصر كله. ادهم بيقول كل الشعب الاهلاوي في انتظارك يا اوفا. ومحمد بيقول بصراحه عالمي جدا، وانا عن نفسي بعد الصده بتاعت صلاح محسن وكمان في مباراه الوداد ان شاء الله مصطفى هنشوفك في نادي اوروبي. الاهلاوي بيقول لك ابن الوز عوام. وابن شيخ العرب بيقول لك بالتوفيق والنجاح يا غالي يا ابن الغالي. وممكن اعرف اضافه شوبير كابتن شوبير الكبير ليك في تكوين شخصيتك في الملعب. مدحت البرنس بيقول لي انت عملت ايه النهارده، ايه اللي حصل في المطار ده هنتكلم فيه. ماشي. في كمان فادي بيقول اوفا مستقبل الحراسه بمصر. الفارس بيقول 1000 مليون مبروك. برضه بيسالك بيقول لك تعلمت ايه من الكابتن احمد شوبير. حنين ياسين تحياتي وما شاء الله عليك يا مصطفى، ربنا يحميك وان شاء الله مستقبل حراسه الاهلي في امان. وحط لك صوره هي واولادها بتقول انا خليتهم يتصوروا معاك من كتر ما هي ما بتحبك وفخوره بيك. طيب اخدت ايه الهاشتاج ترند رقم كام يا شباب؟ هاتوا لنا الهاشتاج ترند رقم 2 على تويتر مصر، ماشي كده. والرقم 1 هو الاهلي، مش هنروح كده، خلينا في النهارده في بيتها يعني. الاهلي رقم 1 ومصطفى شوبير في جمهور الثالثه رقم 2. طيب كابتن شوبير والاسئله اللي جات لك دوره ايه معاك؟ نفسي اكتر؟ مش قصه نفسي، قصه ان انت افصل بقى عن الكوره. هو والدي. ايوه. فتعالى بقى في الحته بقى اللي هو والدي، هي دي بقى. نرجع بقى للتربيه ونرجع للاصول وبيزرع فيك مبادئ وحاجات معينه والحمد لله يعني. ابويا وامي ليهم فضل كبير، مش فضل كبير، هم اللي هم السبب في ان انا قاعد قدامك دلوقتي الحمد لله، وربنا يخليهم ليا. بجد يعني ليهم دور كبير جدا.